اتكلموا امبارح في الاعلام، اتكلم خالد الغندور اللي زرع 100 فدان فتن ان هدف الاسماعيلي صحيح. هنتكلم على ان الهدف صحيح وان الحكم لغاه، مفيش اي مشكله. انا عايز اتكلم على حته اللاعب كان شكله ايه ولا بعد الهدف. يعني الهدف اتسجل وهو ماشي عادي جدا لانه عارف انها لمسه يد، والاثنين لاعيبه اللي جنبيه بالاسماعيلي عارفين ان هي لمسه يد، عشان كده ما اتكلموش وانتهت قصه الهدف. لحين ان ايه، الحكم حسب الهدف، فطبعا رجع للفار والفار لغى الهدف لان الهدف غير صحيح 100%. ولكن الفتن واظهار الفتن وتدخل الناس في المباراه لا تعنيهم المباراه زي خالد الغندور وبعد الاعلاميين الزمالكيين زي محمد عبد الله وزي عفت نصار والناس دي قصه مش كويسه، وشيء بيزرع الفتن وبيزرع الضغينه بين